ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم محبي وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا أخبار تخص النادي الأهلي، وعندنا خبر حصري لنادي الزمالك. بالنسبة للنادي الأهلي عندنا 3 أخبار يهموا اللاعب أحمد عبد القادر، واللاعب وسام أبو علي، واللاعب رضا سليم. بالنسبة للاعب رضا سليم إن شاء الله تم الاتفاق مع النادي الجيش الملكي المغربي إعارة لمدة عام واحد، وبعدها يفكر النادي الأهلي في عودته مرة أخرى إلى النادي. بالنسبة للاعب وسام أبو علي هناك أزمة فريدة من نوعها. وسام عاوز يمشي وعايز يخرج وعايز يحترف في نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل اللاعب حتى الآن، ولم يرسل الفريق الأمريكي القسط الأول المتفق عليه لإتمام صفقة وسام أبو علي، وبالتالي لم يرسل النادي الأهلي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب وسام أبو علي حتى وقتنا هذا. طيب، باقي من الوقت 24 ساعة، يعني غدا آخر ميعاد إن شاء الله بالنسبة للقيد هيبقى غدا. موقف وسام أبو علي هيروح فين؟ هل هيخرج؟ هل هيفضل في النادي الأهلي؟ لحد علمي ومن مصادر داخل النادي الأهلي أن اللاعب إذا لم يتم إرسال القسط الأول الخاص بإتمام صفقة اللاعب سوف يتم إن شاء الله تسجيل اللاعب وسام أبو علي في قائمة النادي الأهلي المحلية غدا. دي معلومة حصرية لجمهور النادي الأهلي. كونه بقى هيلعب في النادي الأهلي، هل هيبقى حبيس دكة الاحتياطي؟ أنا توقعاتي إن كده وسام مع الأهلي موضوعه انتهى، ولكن الأهلي بيحتفظ في حقوقه المادية. عفوا. نروح للاعب الأخير، وهو اللاعب حديث الساعة واللي قصته حتى الآن غير مفهومة، وهو اللاعب أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر تم عرض مبلغ 30 مليون جنيه على إدارة النادي الأهلي من قبل وكيل اللاعب، ولكن إدارة النادي الأهلي بالفعل لم توافق على هذا المبلغ لأسباب كثيرة. انت النهاردة جاي بتعرض 30 مليون جنيه على النادي الأهلي. طيب، هو الموضوع مش قصة ان انت بتدفع مبلغ وان الأهلي يديك الاستغنى وان الولد يمشي، لا، القصة مش كده. انت عندك النهارده النادي الاهلي ده منظومه، في سيستم داخل النادي. انت عندك لاعب في حقوق رعايه، في حقوق تسويق، في نسبه مشاركه اللاعب في المباريات. كل الحاجات دي لها لها ثمن زي ما بيقولوا، ولها سيستم داخل النادي الاهلي. الاهلي بيحافظ على حقوقه وحقوق اللاعب ايضا. ولذلك الاهلي اما رد على وكيل اللاعب قال له 50 مليون جنيه وتفضل روح لأي نادي داخل مصر أو خارج مصر، احنا ما عندناش أزمة وما عندناش مشكلة إن اللاعب ينتقل لأي نادي سواء داخل مصر أو خارج مصر. وبكده يبقى نهائي، كده خلصنا أخبار النادي الأهلي. نروح سريعا لأخبار نادي الزمالك. الزمالك يتعاقد مع اللاعب عدي الدباغ مهاجم المنتخب الفلسطيني، وبذلك كده بيكون في نادي الزمالك 3 لاعبين من المنتخب الفلسطيني: عمر فراج، آدم كايد، عدي الدباغ. كده الزمالك عنده بالإضافة لعمر ناصر وأحمد شريف، دي صفقات الزمالك في مكان رأس الحربة. كل التوفيق للأندية المصرية، وتحديدا كما نتمنى
كل التوفيق للنادي الأهلي في الدوري المصري اللي هيبدأ إن شاء الله انطلاقته يوم السبت القادم أمام مودرن سبورت. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله تابعونا النهاردة في بث مباشر الساعة 12 مساء. هنتكلم برضو عن كواليس النادي الأهلي، وهنتكلم عن حلقة مهمة جدا 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 هنتكلم فيها عن الأكاديميات والأندية الاستثمارية في مصر. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.